أهلا بيكم في قعدة جديدة من قعدة روقان. القعدة اللي بنفتح فيها قلوبنا ونحاول نفهم نفسنا أكتر وناخد نفس عميق بعيد عن دوشة الحياة. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيشترك فيه ناس كتير جدا، يمكن كلنا بدرجات مختلفة. الشخصية اللي ما بتحبش الانتظار. الشخصية دي أول ما تدخل مطعم وتلاقي الأكل اتأخر شوية تبدأ تتنرفز، اللي تقف في طابور خدمة وتبص في الساعة كل دقيقتين كأن الوقت بيجري منها، اللي تحس إن حياتها كلها مستعجلة، عايزة كل حاجة تحصل دلوقتي حالا من غير تأجيل ولا صبر. الانتظار مش مجرد إنك تستنى أتوبيس يتأخر أو مكالمة ما تردش. الانتظار جزء من حياتنا، في الشغل وفي العلاقات وفي الأحلام وحتى في العلاج من تعب أو وجع. بس الشخصية اللي ما بتحبش الانتظار بتتعامل مع الموقف ده كأنه تحدي أو كأنه إهانة للسيطرة اللي بتحبها. ليه بعض الناس ما بتحبش الانتظار؟ ممكن نسأل نفسنا، هل ده سببه إنهم متعودين ياخدوا كل حاجة بسرعة، ولا علشان عندهم قلق داخلي بيخليهم مش عارفين يسيطروا على أعصابهم، ولا علشان في جواهم خوف من ضياع الوقت؟ كتير من الشخصيات دي بتكون عايشة في سباق مستمر مع الزمن، تحس كأنها بتجري طول الوقت ومفيش فرصة تقف، ولو وقفت شوية بتخاف إن الحياة تسبقها. يعني الطالب اللي بيذاكر يومين ويقول ليه النتيجة مش باينة، أو اللي يبدأ دايت بعد أسبوع ويقف قدام المراية زعلان إنه مخسش، أو اللي يدخل علاقة عاطفية وعايز يعرف من أول أسبوع إحنا رايحين لفين. دي كلها صور من كره الانتظار. الشخص هنا مش قادر يستمتع بالرحلة، هو عايز النتيجة وبس. الشخصية دي أوقات كتير بتتظلم، الناس تقول عليهم عصبيين أو ملهمش خلق، لكن الحقيقة أنهم في العمق عندهم احتياج للطمأنينة. هم مش بيكرهوا الانتظار في ذاته قد ما بيكرهوا الشعور بعدم السيطرة، ويمكن جواهم جرح قديم من لحظات اضطروا يستنوا فيها وما حصلش اللي كانوا عايزينه. ازاي نتعامل معاه؟ لو عندك شخص كده في حياتك ما تلوموش على طول، جرب تفهم هو ليه قلقان، ساعده يحس ان وقته متقدر. مثلا لو اتأخرت عن ميعاد ابعت رسالة بدري. لما يكون مستني حاجة كبيرة فكروا ان الصبر ساعات بيجيب نتيجة احلى. ولو انت نفسك من النوع ده جرب تشوف الانتظار مش عقاب، لكن فرصة ترتاح وتفكر او حتى تتأمل حواليك. اسأل نفسك ايه اللي ممكن اعمله وانا مستني بدل ما اتضايق. افتكر ان اجمل الحاجات في حياتنا مش بتيجي في لحظة. الحب والصداقة والنجاح كلها محتاجة وقت. في النهاية الحياة مش سباق عشان نوصل بسرعة، الحياة رحلة مليانة محطات، والانتظار مش دايما خصمنا، اوقات بيبقى هو اللي بيهيئنا نستقبل الحاجة في وقتها الصح. يمكن لو الحاجة جت بسرعة ما كناش هنقدرها زي ما نقدرها لما تيجي بعد صبر. خلي عندك إيمان إن ربنا موزع الأقدار بميزان، وإن الانتظار ساعات بيكون رحمة مش تأخير. دي كانت قعدتنا النهاردة عن الشخصية اللي ما بتحبش الانتظار. قولولي في التعليقات انتوا من النوع اللي بيكره الانتظار ولا بتشوفوا فيه مساحة للتأمل. استنوني في حلقة جديدة من قعدة روقان، يمكن كلمة تغير يومكم أو فكرة تغير حياتكم.